السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمله شوية بوري كده نشويه بالزيت والليمون تحت الشواية، هيعجبكم جدا. وفي حد بقى طلب مني يعمل سنجارية واحدة بس زي ما انتوا هتشوفوا. هقول لكم هنعمل ايه. معايا كده معلقة من الثوم، معلقة من هريسة الفلفل الأحمر، معايا ملح، معايا كمون، معايا بابريكا. هخلطهم كلهم مع بعض وهنزل عليهم بعصير نص ليمونة. دي بقى الحشوة او الطعم بتاع السمكية ذات نفسه يا جماعة. دي التحديقة بتاعت السمكية. هنزل بقى عليها كده من السمكية من جوه ومن بره زي ما انتم شايفين. هحطها بقى في ورق زبده، ورق فويل، وهدخلها الفرن. واخدت معلقه من الخلطه، هقول لكم ليه. هحط عليها بصلايه صغيره وقرن فلفل احمر، ومع معلقه الخلطه مع معلقه صغيره من هريسه الفلفل الاحمر مع معلقه زيت، وهشوحهم كلهم على النار زي ما انتم شايفين كده. انا بعمل طبعا السنجاري ني في ني بيطلع تحفه، بس الطريقه دي برده حلوه قوي هتعجبكم، وجربوها وادعوا لي. أول بقى كده أمّا تستوي حوالي 80% هانزل عليهم بشوية من البقدونس. وبعد كده هاطلّع بقى السنجارية كده من الفرن. هتكون استوت وهتكون كمان واخدة وِش حلو أوي تحت الشواية زي ما أنتم شايفين. عايزين تاكلوها كده ماشي، عايزين تحطّوا عليها الخلطة كده زي ما أنتم شايفين وتحطّوها تحت الشواية دقيقة واحدة بس، بجد هتعجبكم جدًا. بعد كده بقى أنا معايا عصير 2 ليمونة، ومعايا ملح، ومعايا كمون، ومعايا بابريكا، ومعايا شوية من الزيت. هاخلطهم كلّهم مع بعض كده. وبعد كده هامسح كده وش السمكية من فوق زي ما أنت هتشوف، وهادخّلها الشواية، مش هادخّلها فرن. هاحط السمك تحت الشواية زي ما أول ما تستوي كده وتاخد لون من فوق، هاقلب السمكية على الناحية التانية. بجد الأكل كلّه مش هياخد معاكِ نُص ساعة، وهتشوفي أحلى ريحة وطعم هيعجبكم بجد. يعني ادعوا لي بجد يا جماعة بالطريقة ديّة، وسهلة وبسيطة، وهتعملوا أكل نضيف في بيتكم أحسن من برّه. تاكليه بقى مع رز صيادية، تاكليه مع كشري، تاكليه بعيش وسلطة، كُليه زي ما أنتِ عايزة، صحة وهنا على قلبكم. بُصّوا بقى اللحمة أبيض ومستوي إزاي من جوّه، بجد خطيرة وسهلة وبسيطة. وإيه رأيكم في الجمال؟ يا رب الوصفة تعجبكم.